وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل، فإنما نقف لنؤكد لأنفسنا معنى من معاني قدرتنا على الانتصار. طيب، إن كنت تنفي العبارة وتخطئها، فهل تنفي أن معظم انحيازاتك السياسية كانت لأنظمة اتخذت اختيارات ربما قومية، ربما تنموية، ولكن اختياراتها الديمقراطية لم تكن أبدا على رأس أولوياتها؟ أنت محب بل عاشق للرئيس الخالد جمال عبد الناصر. صحيح. نستطيع أن نذكر مجلدات عن إنجازاته. صحيح. في مصر الديمقراطية ليست واحدة منها. أنت كنت مؤيد للنظام العراقي وصدام حسين. نعم. وينطبق عليه نفس الشيء. لم تكن الديمقراطية من قريب أو بعيد لها علاقة بصدام حسين. كذلك النظام في ليبيا، والقذافي لم يكن بأي حال من الأحوال يقترب من الديمقراطية. إن كنت تنفي العبارة فهل تنفي التوجه؟ أما صدام حسين ومعمر القذافي فلم أكن أبدا في أي لحظة من المعجبين ولا المؤيدين لنظامهم. كنت من المدافعين عن الشعب العربي في العراق والشعب العربي في ليبيا عندما وقع فقط تحت الحصار. لا توجد كلمة في تاريخ حمدين صباحي عن تأييد نظام لا صدام ولا معمر القذافي. وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل، فإنما نقف لنؤكد لأنفسنا معنى من معاني قدرتنا على الانتصار.